وكما قال الأمير عيد في ديوانه الشهير: أوقاتك هي حكاياتك وحكاياتك هي حياتك. التوتر والخوف والقلق اللي مانع السعادة من كل الشخصيات. ازاي تقدر تهد كل أحلامي وتقول لي إن أنا لو ما عملتش حاجة النهاردة يبقى مش هعمل حاجة بكرة؟ الناس هتسيب كل اللي في الفيلم، هتسيب كل الحدوتة، هتسيب كل المشاعر، هتسيب كل العظمة اللي في الفيلم، ولا ده فيه بوسة وفيه كلام عن السياسة. احنا محتاجين نتكلم. عايزة احكي لك على قصص عائلتنا. Is it too late for me? اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وكلام في الافلام. والنهارده معانا فيلم القصص بطوله امير المصري، نيللي كريم وفاليري باجنر. قصة الفيلم بتدور حوالين شاب مصري نفسه يبقى عازف بيانو مشهور، وبنت نمساوية نفسها تبقى كاتبة ومؤلفة كبيرة. الاتنين أصدقاء بالمراسلة، ومن خلال رسائلهم بنعرف أكتر عن حياتهم لحد ما بنشوفها. وهنا بتبدأ الكثير من المتعة، الكثير من المغامرة، الكثير من النوستالجيا العظيمة. مبدئيا احنا معانا فيلم مختلف ومميز وجريء، وهنا أقصد جريء بجد، مش جريء يعني عمل مشاهد خارجة أو جاب رقاصة أو الحاجات الغريبة دي. هو جريء عشان هو عامل 5-6 مخاطرات في فيلم واحد. الأفلام دلوقتي اما بتعمل مخاطرة أو 2 بنشكر فيها وبنقول يا على الجرأة، هو ازاي عمل كده؟ الفيلم ده عامل 5-6 مخاطرات بمنتهى السلاسة والفيلم طالع حلو جدا. نبدأ بالإيجابيات، وكالعادة عايز أبدأ بالعالم. العالم اللي فيه كتير من أدب الرسائل وفيه كتير من المتعة بتاعته. بحب أدب الرسائل جدا، وبالنسبة لي عمدة المكان ده هي جين ويبستر بروايتها الأشهر صاحب الظل الطويل، وروايتها الأجمل بالنسبة لي دير أنمي أو عدوي اللدود. الفيلم مليان بفكرة اختلاف نظرتنا للعالم مع اختلاف الراوي. اما بيبقى اللي بيبعت الرسائل امير المصري بنشوف العالم من عينيه، واما بيبقى اللي بيبعت الرسائل الكاتبة النمساوية، ايوه انا مش هقول فاليري باجنر كل مرة اجي اتكلم عنها، ره كتير وانا والره مش صحاب، فعدي الموضوع. واما بيبقى اللي بيكتب الرسائل هي بنشوف العالم من عينيها، وده عالم اجمل بكتير. وده مش عشان عينيها حلوة، اوكي هي عينيها حلوة، ولكن مش ده السبب اللي بيخلي العالم حلو، والله من ضمن الاسباب برضه. ما علينا، فكرة اختلاف نظرتنا للحياة مع اختلاف الراوي بيوريك قد ايه الفيلم ده مميز وممتع، لانه بيحسسك انه بيوريك كذا قصة رغم ان هي قصة واحدة، شخصيات واحدة، ولكن نظرة كل انسان فيهم للحياة مختلفة تماما. دي من اكتر الحاجات الممتعة في الدنيا، لان اللي كاتب الفيلم ده شخص واحد قادر يشوف الحياة من كذا منظور. الفيلم كمان بيتكلم عن قد ايه توثيق اللحظات المهمة في الحياة حاجة مهمة جدا، لان الحاجات اللي بتخليك مبسوط حتى لو صغيرة وتافهة فهي مهمة لانها بتخليك مبسوط، والحاجات اللي خلتك حزين عشان هي مهمة بالنسبة لك. كل اللحظات دي محتاج تحكيها لحد، لانك لو ما حكيتهاش الزمن هياكلها وهياكلك. محتاج توثق قصصك حتى لو هتوثقها من خلال انك تحكيها لحد، لان القصص دي هي اللي هتفضل عايشة حتى بعد ما تموت بكتير. وكما قال الأمير عيد في ديوانه الشهير: أوقاتك هي حكاياتك وحكاياتك هي حياتك. الفيلم كمان مليان رسائل تحفيز للناس اللي الحياة نسيتهم، الناس اللي اتأخروا في الوصول، الناس اللي ما وصلوش لحد دلوقتي، لأن بلغتنا احنا كل تأخيرة وفيها خيرة، وبلغتهم هم never too late. حاول تاني واغلط تاني وتعلم تاني، هي دي الحياة وهي دي القصص. هي دي القصص اللي هتحكيها لمراتك، هي دي القصص اللي هتحكيها لأولادك، هي دي القصص اللي هتحكيها لأحفادك في المستقبل. الفيلم كمان بيتكلم عن حاجة مؤثرة جدا بالنسبة لي، مهمة جدا بالنسبة لي، وهو القلق والخوف. الخوف من انك انت تعمل حاجة وما تنجحش، القلق من حاجة تحصل تبوظ كل اللي انت بنيته، التوتر اللي بيحصل في اي لحظة مهمة. كل الحاجات دي بتمنعك بشكل او باخر انك انت تستمتع بالحياة. كل الحاجات دي بتمنعك بشكل او باخر انك انت تبقى مبسوط. وهي دي قصتنا، هي دي قصة كل الشخصيات في الفيلم ده ما عدا شخصية واحدة. التوتر والخوف والقلق اللي مانع السعادة من كل الشخصيات. وبما اني خبير في النوع ده فاقدر اقولك ان دي حاجة يصعب السيطرة عليها جدا. مهما فضلت تقول لنفسك ان كل اللي انت خايف منه ده مش هيحصل وكلها اوهام، صعب تطمن قلبك، خصوصا لو قلبك متعود على القلق. ودي حاجة بتقتل كل لحظات الحياة. وقت ما هتبقى مبسوط هتبقى خايف تحصل حاجة تبوظ الكلام ده، وقت ما هتبقى في لحظة نجاح هتبقى خايف كل حاجة تبوظ، وقت ما هتفشل هتبقى متوقع ده ومنغمس تماما في الخوف والقلق. واقدر اقولك بكامل ثقتي ان دي الحياة الأسوأ من الموت. وطبعا القلق والتوتر والخوف بيقودوا لحاجة من أسوأ ما يمكن، واكيد الفيلم منسيهاش واتكلم عنها باستماتة، وهو التسويف. انا خايف افشل فهحاول بكره،
هحاول الاسبوع الجاي، هحاول السنه الجايه. واما يجي حد يقولك ان الحياه هو اليوم اللي انت عايشه بس مش بكره، هتبقى الصدمه اللي هتكسر كل ده. ازاي تقدر تهد كل احلامي وتقولي ان انا لو ما عملتش حاجه النهارده يبقى مش هعمل حاجه بكره، واني لو ما عملتش حاجه النهارده وبكره يبقى مش هعمل حاجه السنه الجايه؟ دي اكتر رساله قاسيه في الفيلم، واكتر لحظه مميزه ومؤثره في الدنيا. وطبعا ما ينفعش نبقى مشينا على كل السلم الظلامي ده وما يبقاش فيه كلام عن الامل والشغف. ودي من امتع واكتر الحاجات الملهمه في الفيلم. الكلام عن الامل، الكلام عن الشغف، الكلام عن اكتر الحاجات الايجابيه في حياتك، عن اكتر الحاجات الايجابيه في اليوم الاسود اللي احنا فيه. مهما كان يومك سيء، مهما كانت حياتك وحشه، محتاجين نركز على الثلاث اربع حاجات اللي في حياتك حلوين. محتاجين نتكلم على انك لسه عندك قلب، محتاجين نتكلم على انك لسه عندك شغف، محتاجين نتكلم على انك لسه قادر تحاول تاني. انا فرحان بالفيلم ده، حابب تفاصيل الفيلم ده من كل قلبي، ولكن قلقان من كذا حاجه. قلقان من الناس اللي هتدور في كارير الفنانة الأجنبية وفي كل تصريحاتها من يوم ما اتولدت عشان تطلع تصريح مثير للجدل، مشهد طلعت فيه شاذة، مشهد طلعت فيه ملحدة، كل الكلام ده. وبعدها بمنتهى العبث يقولوا لك لا اما مخطط ماسوني لا اما جايبين دي وسايبين ولاد بلدنا. وطبعا الجزء العبقري اللي هيسيب كل الفيلم وهيمسك في البوسه، ازاي تدمروا اخلاقنا، ازاي تدمروا بيوتنا، ازاي تهدوا قيم المجتمع. والجزء الثاني مش هيسكت، هيرد عليه بمنتهى الثقافه والتحضر اللي في الدنيا ويقول له انتوا مش شايفين حريه الفن، انتوا مش شايفين الابداع في البوسه، انتوا مش شايفين كميه العبقريه اللي بتطلع من هذا المشهد. ده غير طبعا الجزء المفضل بالنسبه لي اللي هيسيب ده وده ويمسك في الاعلام الفاسد وفي السياسه، ومن مؤيد لمعارض الاعلام الفاسد هيبتدوا هم كمان يضربوا في بعض. ايه المشكله في كل ده؟ ان الحقيقه الموثقه عندنا ان احنا ما بنعرفش نتناقش، مفيش اتنين هيبداوا كونفرزيشن الاتنين مختلفين مع بعض فيها ومش هينتهوا بان هم يشتموا بعض. وكل ده في وجهه نظري هيضر الفيلم فعلا، لان الفيلم فيه قدر كبير من السياسه، الفيلم فيه البوس فعلا، الفيلم فيه ممثله اجنبيه فعلا، ولكن في وجهه نظري الحاجات دي مش اكتر حاجه مهمه في الفيلم، رغم ان عنصر السياسه هو العنصر الرئيسي في الفيلم تقريبا، ولكن العنصر الاهم هو عنصر المشاعر. والمشكله ان عنصر المشاعر مش هتقدر توصل له غير اما تهدى شويه وتبدا تسمع، تبدا تحس، تبدا تشعر بالناس دي بتقول ايه وحاسه بايه. قلقان ان الفيلم ده يتاخد ناحيه السياسه وناحيه ان هو فيه بوسه بس. الناس هتسيب كل اللي في الفيلم، هتسيب كل الحدوته، هتسيب كل المشاعر، هتسيب كل العظمه اللي في الفيلم، ولا ده فيه بوسه وفيه كلام عن السياسه. احنا محتاجين نتكلم. اخيرا الاداءات التمثيليه في الفيلم ده حلوه فعلا، لان هو مختار كاست مش تجاري، مختار كاست فني بالكامل. من اول دور عمرو عابد الحلو فعلا المختلف تماما، لرباعي البطوله في وجهه نظري احمد كمال عامل دور حلو فعلا مؤثر ممتع لاقصى حد. نيللي كريم دورها عبقري، فكره ان هي توافق تطلع في دور فكره مختلفه ومميزه بالكامل. وطبعا امير المصري وفاليري باجنر عاملين ثنائي ممتاز. نفسي مره في حياتي العب الفريق الكسبان. انا راجع مصر، ماشي؟ افتكريني. لا راجع مصر. وهنا نيجي للسلبيات. مبدئيا سلبيات الفيلم ده هو عارفها ومتقبلها تماما، واي حد هيجي يحكي نفس القصه دي في الغالب هيحتاج يعمل نفس السلبيات، لان سلبيات الفيلم ده بتتلخص في كونه مش تجاري قوي. بمعنى الفيلم مش تجاري، بطيء شويتين، سير الاحداث هادي عشان نعرف نحكي القصه اللي احنا بنحكيها. خد في بالك قد يبدو ان احنا بنحكي قصه اتنين، ولكن احنا بنحكي قصه بالميت 15 واحد ان ما كانش الشعب المصري كله. الفيلم الخطين الرئيسيين اللي بيحكي من خلالهم القصه، الخط الخاص بالسياسه والخط الخاص بالزمالك، والاتنين مشجعينهم مش كتير، ولكن في وجهه نظري فكره الزمالك تحديدا اكتر فكره مبدعه في الفيلم. فلو ليا نصيحه في حوار السلبيات دي، خش وانت هادي تماما ومتوقع رتم الاحداث، لان ده نوع الفيلم اللي انت داخل تشوفه وده نوع القصه اللي انت داخل تسمعها، فاتمنى تستمتع بيه بالكامل. اخيرا الفيلم ممتع ومختلف ومميز، وده من نوع الافلام اللي احنا محتاجينها بقالنا كتير. اتمنى الفيلم ياخد فرصته والناس ما تحكمش عليه من بره. انا طارق جوده، لو عجبك اللي احنا قلناه ما تنساش تدوس لايك، قول لي رايك في الفيلم في الكومنتات، اشترك في القناه وشغل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. فرف الفيديوهات القديمه يمكن حاجه تعجبك. سلام.